اتكلمنا عن زون 1 وزون 2 في فيديوهات قبل كده وعرفنا اهميتهم ايه بالظبط. لو لسه ما شفتش الفيديوهات دي هسيب لك اللينكات تحت في الديسكريبشن، لازم تشوفهم عشان حلقات مهمه جدا لاي رياضي. النهارده هنكمل باقي السلسله المهمه وهنتكلم عن زون 3. معظم الناس بعد فيديو زون 2 هتكون حابه ان هي تفضل في زون 2 عشان قلنا ان زون 2 من اهميتها او من فوائدها ان هي بتحرق من الدهون، فالناس دي عايزه تفضل في زون 2 بس عشان تفضل تحرق في دهون بس، وده غلط وهنعرف ايه السبب. لكن النهارده حابب ان انا اتكلم عن ايه هي زون 3 بالظبط وازاي نتجنب خطورتها بالنسبه للرياضيين او اللاعبين اللي معتمدين على زون 3 بس. هنتكلم النهارده عن اهميتها وفوائدها وخطورتها في نفس الوقت لو فضلنا في الزون دي من غير ما نطلع ولا ننزل لاي زون تانية. فمعظم الرياضيين بيكونوا في زون 3 او زون 4 او زون 5 وانت مش حاسس، سواء بتلعب في الجيم او جري طويل او كروسفيت، فانت اوريدي بتكون في زون من الثلاث زونات دول وانت مش حاسس. فهنتكلم النهارده عن خطورتها لو انت فضلت في الزون دي وما طلعتش منها، سواء نزلت لزون 2 او 1 او طلعت بشدة تمرينك ل4 او 5. تمام، ركز معايا وكمل الفيديو ده للاخر عشان تستفاد، واعمل شير لاصحابك عشان برضو كمان هم يستفادوا. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد بننزله، ويلا بينا نبدأ الحلقة. زون 3 بقى بتكون من 70% ل 80% من الماكسيمم هارت ريت. لو لسه محدش فاهم ايه هو الماكسيمم هارت ريت ممكن ترجع لاول فيديو موجود في السلسله اللي هو زون 1 عشان تعرف احنا بنقول ايه او ايه هو الماكسيمم هارت ريت او ازاي بنحسبه. يبقى كده طول ما انت في رينج من 70% ل 80% من الماكسيمم هارت ريت كده انت تبقى في زون 3. طب ايه هي فوائد اللي هاخدها من زون 3؟ اول حاجه فهي بتحسن بشكل كبير الدوره الدمويه اللي موجوده عندك في جسمك، هي بتخلي جسمك كفاءته عاليه جدا في نقل الاكسجين والدم. تاني حاجة كمان بتحسن وبتكبر من سعة الرئة اللي موجودة في جسمك، عشان كده الناس اللي بتكون عايزة ترفع من اللياقة البدنية بتاعتها بره الجيم، سواء لاعبين كورة او سباحين او عدائين جري، لازم يخصصوا من التمرين بتاعهم زون 3. في زون 3 بنستخدم الكربوهيدرات كمصدر طاقة عكس زون 2 زي ما قلنا، فزون 2 بتستخدم الدهون كمصدر طاقة. لكن لو حد بيجري كتير او مسافات طويلة او بيلعب على العجلة فهو برضو بيحرق نسبة صغيرة من الدهون على حسب الابحاث، زيها زي زون 2 بس العكس. فزون 2 انت بتحرق من الدهون وشوية كربوهيدرات، زون 3 فانت بتحرق من الكربوهيدرات وشوية دهون، او بتاخد الطاقة بتاعتك من الدهون، وده بيكون على حسب كل جسم. لكن الاكيد انك طالما دخلت في زون 3 فانت بتحرق او بتاخد الطاقة بتاعتك من الكارب مش من الدهون. كمان من فوائد زون 3 ان هي هتحسن عمليه الميتابوليزم اللي اتكلمنا عليها قبل كده. فانت بعد ما بتخلص الورك اوت بتاعتك بتاع زون 3 فهتحس بسعاده كبيره جدا، هرمون الاندورفينز عندك هيعلى عشان خلصت تمرين تقيل. لكن بعد نص ساعه او ساعه الا ربع هتجوع جدا. ليه؟ لانك انت اوريدي حرقت كميه طاقه كبيره في التمرين. فزي ما احنا عارفين ان معظم الكربوهيدرات بتيجي من جلوكوز الدم زي ما قلنا قبل كده، وانت بتاخد جلوكوز الدم عن طريق تكسير الجلايكوجين المخزن في عضلاتك اللي انت واخده من الاكل، فاوريدي اصلا انت بتبقى مخزن جلايكوجين. وجلوكوز الدم زي ما قلنا بيجي عن طريق تكسير الجلايكوجين اللي مخزن في عضلاتك. وكمان من حكمه ربنا ان في جزء صغير جدا بيبقى متخزن في الكبد، يعني 80% تقريبا من الجلايكوجين بيكون متخزن في العضلات و20% متخزن في الكبد. المهم يعني جسمك بيعمل عملية اسمها جلوكوجينيسيس او استحداث السكر. يعني ايه العملية دي؟ بالبلدي بيصنع شوية كربوهيدرات من الجلايكوجين المخزن في الكبد عشان الجسم يفضل شغال وما يحصلش اي اضطرابات في اجهزة الجسم. دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لو انت مش بتاكل كارب كفاية او جسمك مفهوش كربوهيدرات فجسمك هيبدأ بتكسير البروتينات في الجسم، ولو مفيش بروتين انت اوريدي مدخله في جسمك فجسمك في الحقيقة هيبتدي يكسر من اللين ماسلز اللي عندك. عشان كده دايما عدائين الجري اللي هما بيجروا مسافات طويلة اللي مش بياكل كفاية او مش عارف ياخد بروتين او كارب كفاية، دايما تلاقي جسمهم صغير في الحجم العضلي ورفيعين ومش عارفين يبنوا عضل كفاية. كل ما يحاولوا يبنوا عضل ما يقدروش يبنوه. ليه؟ لان اوريدي اصلا جسمك بيحرق من العضل او من اللين ماسلز اللي انت بتبنيه. وفي بعض الحالات كمان ممكن الكلام ده بيؤدي لامتصاص الكالسيوم في عظمهم لغاية ما يحصل لهم اصابة مزمنة، يعني زي انهيار في العظم او قلة الكتلة العضلية اللي اوريدي اصلا عندهم. عشان كده هم اكتر ناس عرضة لاصابة السكر. طب ازاي؟ اقولك، الرياضيين دول لو وقفوا عن الجري مرة واحدة لاي سبب من الاسباب، سواء راحة، سواء اصابة، سواء كسل،
ايا كان، فهم اوريدي معودين جسمهم على اكل معين، بس معودين برضو جسمهم على رياضه معينه ان هي تحرق الاكل اللي هم بياكلوه. فبعد ما توقف الرياضه دي فانت مش هتبطل ان انت توقف اكل، عشان كده جسمك هياخد الكربوهيدرات اللي انت بتاكلها من غير رياضه ومش عارف هيعمل فيها ايه، فيبتدي يخزنها على هيئه دهون. عشان كده معظم الناس اللي بتبقى متعوده على رياضه معينه حتى الجيم ومره واحده بتقف تلاقيهم مره واحده اكتر ناس عرضه ان هم يزيدوا في الوزن. عشان كده يقول لك انا لازم ارجع تاني العب رياضه واعمل دايت. يعني الناس اللي بتلعب رياضه بتبقى معوده جسمها على اكل معين زي ما قلنا، ومره واحده بتوقف الرياضه فجسمك مش عارف يعمل ايه في كميه الاكل اللي انت مدخلها له اللي انت عودته عليها، فيبتدي يخزنها على هيئه دهون. طب ايه هي النصيحه او ايه هي الحل الناس اللي معتمده على زون 3 بس؟ هو مبدئيا ما ينفعش ان انت تعتمد على زون 3 بس لو احنا هنقول ان انت عندك بطوله، الناس العدائين اللي بيجروا، لو انت عندك بطوله تعمل ايه؟ طيب نصيحه الاطباء او المتخصصين بيقولوا ايه؟ لو انت ناوي تدخل في زون 3 فكتير من اللاعبين او الغلط اللي بيعملوه ان هم بيحملوا كارب قبليها بيوم، بيحملوا كارب كتير في جسمهم، وده اصلا هيضر جسمهم ومعدتهم. عشان كده بينصح ان انت تاخد وجبات الكربوهيدرات بتاعتك تكون خفيفه من وقت للتاني، مش مره واحده، ما تفاجئش جسمك بكميه اكل كبيره. دي حاجه. تاني حاجة ان انت برضو تسند جسمك وسط التمرين بتاعك او وسط البطولة بتاعتك بمشروبات طاقة، ده يعتبر من الكربوهيدرات، وان انت بتدخل جسمك طاقة تسند بيها عشان تقدر تكمل البطولة بتاعتك او التمرين بتاعك. بس لازم بعد ما تخلص التمرين او بطولة الجري اللي انت بتجريها ايا كانت ايه هي، لازم تسند جسمك برضو بوجبة غنية جدا بالبروتينات والدهون الصحية، عشان انت كده اوريدي جسمك هيبقى محتاج بروتين كتير ودهون كتير اللي انت حرقتهم. ومن اهم النصايح اللي الاطباء والمتخصصين بينصحوا بيها ان تاني يوم ليك من زون 3 تنزل على طول تلعب تمرين شدته زون 1 او زون 2، يعني زي ما اتفقنا ان زون 1 وزون 2 مش بتحرق من الكربوهيدرات، خصوصا زون 2 بتحرق من الدهون، وده اللي انت محتاجه بعد ما تخلص تمرين زون 3. بس شرط اساسي انك تراقب الهارت ريت بتاعتك او تكون في الرينج بتاع زون 2، وده لان انت معود جسمك على زون 3، فلو الهارت ريت بتاعتك طلعت لزون 3 مش هتعرف او جسمك مش هيفهم لو نزل تاني لزون 2، انت اوريدي خلاص كسرت زون 3 فهيبتدي يحرق من الكربوهيدرات. ما ينفعش ان انا ابص في الساعه بتاعتي او ابص في النبض بتاعي اقول ده انا عديت رينج زون 3 اهدى شويه عشان انزل لزون 2 تاني، لا، جسمك مش هيفهم العمليه دي. جسمك طالما دخل في زون 3 مش هيعرف يرجع تاني يحرق من الدهون في زون 2. فالاعتماد على زون 3 بس مش هيساعدك كرياضي. عشان كده اكتر الناس المتضررين في الموضوع ده هم العدائين بتوع الجري، وقلنا او حاولنا نوضح الحل ليهم. لكن بالنسبة للناس الفتنس طبيعية او الناس اللي بتلعب جيم فانت لازم توزع وتنوع بين الزونز، مفيش زون مثالية، زي ما هي ليها ايجابياتها فليها سلبياتها. عشان كده زي ما قلنا قبل كده لازم تفاجئ جسمك، مرة تتمشى يعني تلعب في زون 1، مرة تمد او تجري خفيف يعني تلعب في زون 2، مرة حديد او كروسفيت اللي هو 3 او 4 او 5 او زون 3 و4 و5، مرة تجري جري سريع اللي هو زون 3 بس وتقوم راجع تاني لزون 1 وزون 2 وهكذا. المهم تعرف كل زون بتعمل ايه بالظبط في جسمك وفوائدها ايه واضرارها ايه والرينج بتاعها طبعا، عشان انت لو عرفت كل زون بتتكلم عن ايه او فايدتها ايه وان انت تتجنب اضرارها لو ليها ضرر ايه، فانت كده هتكون عرفت وفهمت انت بتعمل ايه بالظبط في جسمك. يعني انهي زون بتبني عضل، انهي زون بتحرق دهون، انهي زون بتحرق كربوهيدرات، كل ده هتبقى مفيد جدا لو انت فهمته، وهتبقى عارف انت عايز ايه بالظبط وايه اللي انت عايز تعمله في جسمك. خلي بالك احنا لسه هنتكلم على زون 4 وزون 5 في الحلقات الجايه، فتاكد انك عامل اشتراك ومفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده، لو في اي اسئله حطها لي في الكومنت وهرد عليها ان شاء الله، وما تنساش تشير الفيديو عشان صحابك يستفادوا. ودمتم في رعايه الله.